السلام عليكم. فيديو اليوم بلا زبده وبلا زيت مائده، غادي نحضر معكم اسهل واسرع قصات مالحين تحضروهم بسرعه قياسيه كما تشوفوا، والاهم انهم ما اقتصاديين، فيهمش ما مكونات كثيره وما فيهمش نكهات نستعملوا اصطناعيه. نكهات اصطناعيه، غادي نستعملوا نكهات متوفره في البيت فقط وكيجيو روعه. فعلى بركه الله، في قصريه نوضع 5 كؤوس من الدقيق، ما يعادل 650 غرام. دائما القياسات كلها راه كناخذهم بكاس الشاي المغربي اللي هو كاس العنبه. ونضيف 4 قطع من الجبن، وضفت ملعقه صغيره من الزعتر وملعقه صغيره من الابزار او الفلفل الاسود، ملعقه صغيره ممسوحه. بالنسبه للجبن استعملوا جبن مثلثات او الجبن مربعات حسب المتوفر عندكم. ثم نضيف فصين من الثوم اللي بشرتهم او حكيتهم. طبعا ممكن تعوضوا بالثوم المجفف، وايضا اللي عندكم البصل المجفف ضيفوه للوصفه، ضيفوه ملعقه صغيره. ثم ضفت ملعقتان صغيرتان من الخردل او لا مطارد، ملعقتان مملوءتان جيدا. وضفت كأس الا ربع من زيت الزيتون. فبالنسبه لزيت المائده عوضناها بزيت الزيتون، صراحه كيجيو هاد الفقيقسات روعه بزيت الزيتون، افضل من زيت المائده. وطبعا اللي بغات تعوض بزيت المائده طبعا راه ممكن. ثم سكبت هذا الزيت ونحاول اني نبسس جميع المكونات بهذا الخليط ديال الاعشاب والجبن والزيت. من بعد ما بسست الخليط كما تشوفوا، خديت ملعقه صغيره من خميره الخبز اللي ذوبتها في قليل من الماء وضفتها لهذا الخليط. وايضا غادي نجمع بكأس من الماء، ماء عادي من الصنبور. فكما تشوفوا المقادير راها مضبوطه، فقط احترموا القياسات. نفس الكأس اللي خديت به قياس الدقيق هو نفس اللي خديت به قياس الماء. فكما كتشوفوا كأس بالضبط اللي خدا لي هاد العجين. وهاد العجينه نحاولوا ان ما نعجنوهاش، كما كتشوفوا راني غير كنجمعها باليدين ديالي، نحاول اني نلم العجينه حتى نتحصلوا على كره على هاد الشكل. وهكا كيكون اساس العجين راه واجد، ما بقى لينا الا ننكهوه. بالنسبه للنكهات نتوما حرين قسموه على عدد النكهات اللي كتفضلوا. بالنسبه ليا غادي نقسم العجين لاربع حصص او 4 كرات، وكل كره نكهه بنكهه. النكهه الاولى اللي غنستعمل هي البقدونس. بقدونس عادي، ممكن تستعملوا مجفف اذا توفر عندكم، ما توفرش عندكم استعملوا البقدونس الطري او المعدنوس اللي فرمته ناعم جدا. ثم عندي النكهه الثانيه اللي هي الجبن. استعملت الجبن الاحمر كميه قليله، تقريبا واحد 2 معالق كبار. ثم النكهه الثالثه استعملت فيها الزيتون الاسود، حتى هو اللي قطعته المربعات صغيره جدا. والنكهه الرابعه والاخيره اللي غادي تكون حاره، استعملت فيها الفلفل الحار او الهريسه الحاره. ولا بغيتو اللون يجيكم مركز خلطوها مع تحميره. طبعا اللي عندها الهريسه السائله ممكن ايضا تستعملها. غادي نوضع هاد الكرات جانبا ونبداو بالنكهه الاولى اللي هي نكهه الجبن. نحاول اني ندخل هاد الجبن العجين، وهكا نوضع الكرة جانبا. وبنفس العملية نقوم بها بالنسبة للكرات الموالية. فهنا العجينة اللي بالبقدونس او المعدنوس، فبما ان المعدنوس يعني ما فيش ديك الملوحة، فهنا ضفت كمية قليلة من لاموطارد تقريبا او الخردل. ضفت ما يعادل ملعقة صغيرة ممسوحة من الخردل، وخلطت جيدا. وهكا كتكون النكهة الثانية واجده معنا. وبالنسبة للنكهة الثالثة اللي بالزيتون، فغنحاول ندخل الزيتون الأسود فقط، ما غاديش نضيف يعني حتى أي إضافات، لأن الزيتون راه مالح. والنكهة الرابعة والأخيرة اللي هي الفلفلة أو الهريسة الحارة. ونفس الكيفية ندمج يعني الهريسة مع العجينة حتى نتحصلوا على عجينة اللي تكون منسجمة. وهادو هما النكهات بربعة اللي حضرنا مع بعض. كما تشوفوا عندنا نكهة الزيتون الأسود، وعندنا الحار الفلفلة الحارة والمعدنوس. هنا ناخد العجينة الأولى اللي نسمتها بالجبن، فنحاول أني نقسمها ل4 ونشكل منها أشرطة أو حرابل كما تشوفوا. ونحاولوا ان هاد الحرابل ولا الاشرطه نرققوهم لانهم غادي يزيدوا يتنفخوا، ونوضعهم جانبا في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن. نفس العمليه نقوم بها بالنسبه للكرات ال4. كل كره يعني نحاول نقسمها ل4 ونشكل منها اشرطه.
وكنأكد ان الاشرطه حاولوا انكم ترققوهم، لان العجينه غتزيد تختمر لان فيها الخميره المعجونه او خميره الخبز. فهادو هما الحرابل من بعد ما حربلتهم او العجينه من بعد ما شكلتها كما تشوفوا خرجت ليا زوج طاوات او زوج صينيات. نحاول اني ناخذ الصينيات ونغطيهم بمنديل ونتركهم تقريبا يعني 20 دقيقه حتى يختمروا. من بعد ما يختمروا فغادي نلاحظوا ان الحجم ديالهم منتفخ قليلا، فما تفوتوش ليهم 20 دقيقه، من 15 دقيقه ل 20 دقيقه كحد اقصى. كما تشوفوا مباشره ندخلهم للفرن يطيبوا الطيبه الاولى. نشعلوا الفرن من الاسفل ومن الاعلى على درجه حراره 150. غير نلاحظوا انهم انتفخوا يعني وطابوا، كيكون القوام ديالهم مثل قوام الخبز. نخرجوهم من الفرن، ما تخليوهمش حتى يتقرمشوا باش يسهل عليكم انكم تقطعوهم بكل سهوله. فهذه هي الصينيه الثانيه، حتى هي نضجات كما تشوفوا، كيكون قوام يعني هاد العجينه مثل قوام الخبز. مباشره من بعد ما خرجتهم من الفرن وخليتهم حتى بردوا تماما، غادي ناخذ مقص. طبعا ممكن تستعملوا سكين، لكن دائما المقص كيكون اسرع وكيسهل العمليه. ناخذ مقص ونحاول اني نقطع بشكل مائل هاد الاشرطه بحيث اني نتحصل على الشكل ديال الفقيقصات. نفس العمليه نقوم بها بالنسبه لجميع الاشرطه اللي حضرنا، او يعني كل النكهات اللي حضرنا. دائما ناخذ المقص ونحاولوا ان نقطعوا بشكل مائل. داكشي علاش قلت لكم ما طيبوهمش بزاف باش يسهل عليكم انكم تقطعوهم. الا فوتوا فيهم الطياب غيتفرتتوا لكم وما غاديش تقطعوا بكل سهوله. فبنفس العمليه نكمل حتى ننتهي. وهذا هو الشكل ديال الفقيقصات من بعد ما قطعناهم. كما تشوفوا مباشره في هذه الاثناء الفرن كيكون ساخن على درجه حراره 160. النار كتكون من الاسفل ومن الاعلى، وغادي ندخل الصينيه للفرن او ندخل هاد الفقيقصات وانا كنحرك فيهم وكنقلب فيهم حتى يتقرمشوا يعني وياخذوا لون ذهبي، عاد نخرجوهم. وهذا هو الشكل ديال الفقيقصات ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفرن. يعني كنأكد ان النار تكون منخفضه او الشعله تكون منخفضه، وخليهم حتى يتقرمشوا على خاطرهم. كما كتشوفوا كيكونوا كلهم مقرمشين ولذاذ، مقرمشين وهشاش في نفس الوقت، والاهم انهم ساهلين كياخذوش وقت ومجهود بتاتا. بهكا كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. نتمنى من كل قلبي ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنجحوا في تحضيرها. ما بقى لي الا نضرب لكم موعد في فيديو وصفه قادمه ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.